إذا ننتقل لنقطة ثانية بعد الحوار ده إلى المقارنة بين ثورتي 25 يناير و 23. الفرق بينهم إن ثورة يوليو قام بها طليعة مسلحة، قام بها ضباط من الجيش، تنظيم الضباط الأحرار. فهي من حيث الشكل انقلاب عسكري، لكن أيده الشعب، ثم بدا أن نتائجها الاجتماعية والإقليمية والسياسية تمثل ثورة بالمعنى الحرفي. إذا في المحصلة الأخيرة هي ثورة قامت بها طليعة عسكرية وأيدها الشعب. الحقيقة 25 يناير العكس بالظبط، هي ثورة قام بها الشعب وانضم، أو الشباب بالأساس، وانضمت إلى قطاعات جبرية واسعة جدا، يمكن قدرت بحوالي أكثر من 20 مليون، وأيدها الجيش ودعمها وحماها، ودور الجيش مقدر، لأن احنا لما بنشوف اللي بيحصل في اليمن واللي بيحصل قبله في ليبيا، احنا طبعا دور الجيش جنب البلاد مذلق دمويه ارادها الرئيس السابق والجيش رفضها ورفض اطلاق الرصاص. فاحنا امام صيغه مقلوبه ليوليو، لكنها الحقيقه لازم نعترف ولازم نتفق ان في تكامل لثورات مصر في العصر الحديث. بنتكلم عن حلقات للوطنيه المصريه عبرت عنها ثوره 19 في ظروف معينه، ثم يوليو في ظروف اخرى، ثم يناير في ظروف مستجده. لكنهم في الحالتين ثورتي شباب. في الحالتين ثورتي شباب، لكن الحقيقه برضه كان في مفارقه. ثوره الشباب في يوليو، يعني جمال عبد الناصر تقريبا كان عنده 34 سنه، وبعض اعضاء مجلس قياده الثوره القيادات الوسيطه كانت في حدود 28 سنه، يعني من صغار الضباط، والبذلول حكموا وجاءوا بنخبه من الشباب. يعني احمد سعيد تولى رئاسه صوت العرب في حدود 28 سنه، محمد فايق كان وزير في الثلاثينات، تتكلم على عزيز صدقي وصدق اسمان في الثلاثينات. يعني رئيس الجمهوريه نفسه لما عبد الناصر بقى رئيس يعني ما كانش 36 سنه تقريبا. فانت كانت ثوره شباب، لكن الشباب حكم. المشكله في يناير انها ثوره شباب، لكن الحقيقه اللي بيحكموا تقريبا متوسط العام كده فوق ال 70. فاحنا محتاج، لا يمكن فبالتالي احنا محتاجين الشباب ياخد فرصه سياسيه اكبر، ان تكون الانتخابات بالقوائم النسبيه حتى يتاح لهم التمثيل في البرلمان واكتساب الخبرات. وبالتالي بنتطلع الى في غضون 4 أو 5 سنين الشباب هم الذين يمسكون بمقاليد الامور في مصر. من الغريب جدا طبعا من كل المرشحين للرئاسه تقريبا المرشحين الاقوياء يعني فوق ال 70، وشوف تشكيله الحكومه تقريبا احنا بنتكلم في حدود ال 70 يعني. فده ثوره الشباب، والحكم لازال في ايد اجيال الاجداد. يعني انا اظن دي محتاجه تصحيح بشكل او باخر، لكن ده هتتم بالديمقراطيه وهتتم بالخبره السياسيه وهتتم بانجاز مهام الثوره. فانا بتصور يمكن بعد الدورة الرئاسية الأولى، يعني بعد 5 سنين، يعني فترة داخلية سنة و4 سنين كمان، يمكن بعد 5 سنين نبقى أمام وضع سياسي جديد يمكن الشباب من السلطة. يعني احنا قدام 3 ثورات كبيرة في التاريخ، على الأقل بنتكلم في ال 100 سنة اللي فاتوا يعني تقريبا. يعني ثورة 19 وهي ثورة شعبية في ظروف تاريخية معينة، بنتكلم عن ما بعد الحرب العالمية الأولى وانطلاق فكرة حق الشعوب في تقرير مصيرها. لكن ثورة 19 الحقيقة كانت مجدها هو نفس نقطة ضعفها. مجدها هو دستور 23، لكن نقطة ضعفها ان الدستور ده وضع سقف لثورة 19 اجتماعيا، ووضع السقف حتى في التفاوض على الاستقلال، لان كان شعار ثوره 19 الدستور والاستقلال. عملنا الدستور، لكن وضع هذا الدستور سقف، لان الدستور كان منحه من الملك، القصر موجود وعندنا الاحتلال ظل موجودا وكده. فالحقيقه دستور 23 كان انجاز كبير للشعب المصري، لكنه وضع سقف لثوره 19. انا اظن جزء مما تعرضت له هذه الثوره العظيمه من تراجع وانتكاس. ثورة 52 طبعا لم تكن ثورة شعبية كما حدث في 19 أو كما حدث
في 2011 في يناير 2011، لكنها كما قلنا ثورة قامت بها طليعة عسكرية أيدها الشعب. لكن الحقيقة عظمتها الكبيرة أنها كانت بلا سقف اجتماعي وبلا سقف إقليمي، بمعنى أن القرار الوطني والقرار الشعبي كان مستقلا بدرجة كبيرة مما كان متوفرا في ثورة 19. المشكلة الكبيرة في ثورة 25 يناير أن هناك من يريد أن يضع سقفا لها مبكرا. الولايات المتحدة الأمريكية وهي دخلت الخط مبكرا تريد أن تضع سقفا إقليميا بحيث أن لا تطرح معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على الحوار، أو أن يتجاوز الدور الإقليمي المصري في عالمه العربي حدودا معينة. يمكن السماح بقدر من الاستقلال النسبي، بقدر من الكرامة الوطنية. يعني في أقصى تصور نحن نتحدث عن النموذج التركي في أفضل ما يمكن أن تصور بعد فترة طويلة، ولا نتحدث عن الزخم الإقليمي والعروبي للتجربة النصرية. وأيضا تريد أن تضع سقفا اجتماعيا بحيث أن نظل في شيء، يعني في ظل اقتصاديات الرأسمالية أو اقتصاد السوق مع بعض التحسين في مكافحة الفساد، مع بعض الكلام أو الإجراءات في العدالة الاجتماعية. لكن هذا هناك سقف يوضع تضعه قوة دولية وتضعه قوة داخلية وتريده أيضا القوى النظام القديم. يعني يمكن بعض أطراف اللي شاركت في الثورة. فثورة 23 يوليو كان مقتلها أو أحد مقاتلها غياب الديمقراطية السياسية، لكنها كانت تريد أن تؤسس هذه الديمقراطية على ديمقراطية اجتماعية، لكنها لم يكن لها سقفا لا اجتماعيا ولا إقليميا، ولعبت الدور التاريخي بتاعها في هذا الإطار. هذا افتقدته ثورة 19 وافتقدته ثورة 25 يناير. ثورة يناير يعني مختلفة شوية برضك. في ثورة 19 انت بتتكلم عن ثورة تدعو الى يعني الاستقلال الوطني، هي القضية بلد محتلة يعني، وثورة ان الدستور او الديمقراطية تساعدها في تعبئة الموارد الشعبية من اجل الاستقلال. ثورة 25 يناير هي ثورة مدنية، تريد أن تبني دولة مدنية حديثة، دولة حريات العبد، دي بالأساس. لكن أنا أظن أن دي حتى هذا الهدف أمامه مشاكل كثيرة جدا حتى نحكم عليها في التاريخ. أمام مشاكل، هنشوف ثلاثة الجدل، نريد دولة دينية ولا دولة مدنية، في التساؤلات الرئيسية لم تحسمها الثورة ولا نستطيع. طبعا عملت إنجازات لكن لا نتحدث عن تغيير عميق في المعادلات الإقليمية، ولا تغيير عميق في البنية الاجتماعية، ولا تغيير عميق في الثقافة السياسية الموجودة. لسه قدامها وقت عشان نقدر نحكم عليها. فلكل ثورة يعني مقاتلها، طبعا شيء طبيعي في الثورات يعني والأحداث الكبرى، وكل ثورة لها إنجازات كبيرة. لكن أنا يعني معلش أقدر أتكلم بثقة أكبر أن الإنجاز التاريخي لثورة جمال عبد الناصر يعني واخد بالك هو يعني يصعب الوصول اليه. لو انت بنتكلم عن دور اقليمي قيادي في مصر، لا، في مشاكل كتير عشان نلعبها حتى تعود مصر الى كامل دورها الاقليمي القيادي، حتى يحدث تعديل جوهري في موازين القوى الاجتماعيه. لا، قدامنا كلام كتير عشان نصل اليه مره اخرى. ده هدف واضح عند الشعب المصري، لكن تحقيقه ليس بالسهوله تصور البعض. وبالتالي لا اريد ان احمل ثورة يناير يعني بأحلام وتطلعات. هي لازالت هذه الثورة في مراحلها الأولى، وهي ثورة مهددة، وهي ثورة نبيلة ورائعة، يعني بديعة الحقيقة، بديعة يعني، وبآليات عصرها ومظهر حديث. لكن حتى هذا المظهر الحديث لأجيال جديدة متعلمة مثقفة تريد اللحاق بالعصر، حتى هذا المظهر الحديث يعني احنا شايفين دلوقتي ان في مشاكل قدامها وعندنا تهديدات خطيرة. فاحنا يعني ده تقدير، يعني انا عارف ان في كتير ممكن يختلفوا معايا، لكن احنا عاوزين نتناقش ونفتح الملف كله بروح موضوعية. لكن انا عاوز اقول ان ثورات مصر لا تتطاحن. دي ثورة دول احفاد جمال عبد الناصر بالمعنى الحرفي. يعني ثورة 25 يناير في جملة يبقى ايه؟ يعني
ثوره جمال عبد الناصر يعني الربط بينه وبين ثوره 25 يناير جمله واحده. يعني التعبير محفوظ عبد الرحمن الكاتب الروائي قال يعني ثوره احفاد جمال عبد الناصر بالمعنى الحرفي، بالمعنى الحرفي حتى بالمعنى الجيلي يعني هم جيل جديد. هل انصفته اخذت من بريقه اثرت عليه؟ انا ليا وجهه نظر يعني يعني تستحق التفكير فيها. يعني انا عاوز بس اللي يسمعها يفكر فيها. يعني انا بعتقد ان ثوره 25 يناير رد الاعتبار الثاني لجمال عبد الناصر. رد الاعتبار الاولاني بعد الحمله التي تعرض لها في السبعينيات والثمانينات وهي حمله غير مسبوقه، رد الاعتبار جاء أن كل السياسات التي مضت في عكس ما دعا إليه وقاتل من أجله كلها انتهت بالفشل الذريع وأدى إلى ثورة. ده رد اعتبار. رد الاعتبار الثاني لجمال عبد الناصر في 25 يناير أن هذا الشعب الذي دفع ثمنا باهظا لثورته الشعبية الرائعة سوف يدرك الآن وفي المحك كم كانت رائعة مع كل الأخطاء والخطايا بنعترف بيها، واخد بالك، كم كانت رائعة وبطولية وأسرية تجربة جمال عبد الناصر. لما هنيجي نتكلم في الدور الإقليمي سوف نرى، إنما نتكلم في الدور الاجتماعي والصراع الذي جرى حوله سوف نرى. عندما جرى الكلام حتى في مسألة الديمقراطية السياسية، وأنا بعترف أنه خطأ وكان يريد أن يؤسس على ديمقراطية اجتماعية، لم تكن مسائل بمثل هذه السهولة التي نصدر بها الأحكام اليوم. وبالتجربة هنشوف بشكل حقيقي حتى في المواقف السجالية والتي نختلف عليها أنه كان له تقدير سياسي في وقته. يمكن احنا لما بنقرا في الكتب وفي التاريخ يمكن ما نقدرهاش قوي، يمكن نقدرها دلوقتي. على سبيل المثال يعني احنا كلنا كنا بنطالب ولا زلنا بنطالب بالديمقراطيه ونتمنى ان عبد الناصر كان يعمل الديمقراطيه، لكن متى؟ لو في حد بيتكلم على انها 53، انا اظن المشهد اللي بيحصل النهارده يعني بالظبط كان هيعمل زي اللي هيتعمل او احتمال يتعمل في مصر دلوقتي، أن يسلم الثورة إلى الثورة المضادة كاملة، رغم نبل بعض مطالبها في الديمقراطية والحريات السياسية. ما اعرفش كان ممكن تتحل إزاي، لكن واضح أنها معضلة وقاسية والناس عندها شيء من الخوف وشيء من الفزع على مصائرها على طبيعة الدولة اللي جاية. فأنت لو هتفكر في الظروف دي فعلى الأقل حنانيك على ثوار يوليو، لأن في هذه اللحظة الحقيقة كانوا هيسلموها للثوره المضاده. لكن انا بعتقد يمكن عبد الناصر في 56 في 58 في الستينات مع زخم الثوره وقوتها، انا اظن انه كان في حاجه خاصه مع الثوره الاجتماعيه ان الجناح الاخر كان عليه ان يتحرك، ويعني اللي هو فكر فيه بعد 67 وبين 30 مارس دوله مؤسسات ودوله قانون وفكر في تعدديه حزبيه. يمكن الحقيقه ان هو اتاخر في هذا الكلام، وده يعني احنا بنعترف ان ده خطأ وغير مبرر واملنا كبير فيه وعشاننا كبير فيه، مصر كلها كان عاشة فيه ان هو اللي كان يعمل هذا الكلام، وكان بالتالي كان حصل الثورة من الانقضاض عليها بعد وفاته مباشرة. يمكن نعرف نقرا التاريخ ويمكن نعرف نبقى اكثر، انا بقول للشباب الجيل الجديد، ترفقا بثورة يوليو، لأن في بعض العبارات المنفلتة وبتتقال. حتى في بداية التحرير كانت صور جمال عبد الناصر مرفوعة، في شباب جيل جديد بيتصور إنه يمثل شيء جوهري في فكرة الثورة، لكن الكل بشكل أو آخر ما كانش عاوز لا صور عبد الناصر ولا غير صور عبد الناصر ولا أي لافتة سياسية توحي بانتماءات سياسية. كان الكل عاوز يبقى انصهار وطني في أهداف ثورة يناير، لا شعارات دينيه ولا شعارات قوميه، يعني كان الناس عاوزه تتوحد وتنصهر، وده مقدر. لكن في العالم العربي كل المظاهرات التي احتفت بمصر اول ما فكرت ان في ثوره في مصر جاء في دماغ جمال عبد الناصر، طلع صور مفيش فيها افتعال في كل العواصم العربيه، لان دي الفكره اللي تعنيهم ان تعود مصر الى قياده المنطقه العربيه من جديد.